اللي انا هتكلم فيه النهارده يا جماعه ده الكلام ده بيحصل في جميع البيوت او الازواج اللي لسه متجوزين حديثا. الزوج قاعد بيقول بالرغم اننا لسه صغيرين في السن الا ان حياتنا بقت شبه الناس اللي طلعوا على المعاش من 10 سنين. والزوجه بتقول هو زوجي بيرجع من الشغل تعبان وجعان وعايز كوبايه شاي وينام على الكنبه، الموبايل في ايده والتلفزيون شغال، وانا بجري اخلص اللي ورايا، اغسل مواعين واحمل عيال واحضر الاكل. ولما اخلص كل ده اترمي نفس الرمية بتاعته جنبه على الكنبة في نفس الكنبة، وما بنقولش لبعض غير حاجة واحدة: في حاجة عدلة نتفرج عليها بس، وبعدها ننام وشكرا كده. يوم جديد خلص. بس بصراحة في وسط الزحمة دي حياتنا بتتسرق مننا واحنا مش واخدين بالنا خالص. لا، بس لاننا نسينا نعيش مع بعض، نسينا نضحك سوا، نسينا نحكي لبعض، نسينا ان الجواز مش شركة خدمات، ده علاقة روح بروح، بس محتاج وعي من الطرفين. اول حاجة، بنخصص يوم في الاسبوع انتوا الاتنين مع بعض، انتوا الاتنين وبس، حتى لو في البيت، نشرب قهوة ونتفرج على فيلم ونتكلم ونضحك. تاني حاجة، اتكلموا عنكم مش عن العيال، مش لازم كل حوار يبدأ وينتهي بالمدرسة والمصاريف. تالت حاجة، رجعوا الحنية اليومية، كلمة حلوة ولمسة وضحكة والحاجات الصغيرة دي اللي بتحيي البيت من أول تاني. رابع حاجة، اقطعوا الروتين، الروتين ده بيقتل الحياة. يوم بيبقى مفاجأة، خروجة غير متوقعة، وأكلة جديدة، أي حاجة تكسر التكرار والروتين. يا جماعة في الآخر الجواز مش نعيش مع بعض، هو نعيش لبعض.